تفضل قلت لي ابدا من القاعه طبعا مجانا. القاعه مجانا من طرف الاخوه سعيدي وعلى راسهم الاخ طيب، هو اللي اتصل بنا وقدم لنا القاعه، فتح لنا القاعه وقلنا هاي ليكم وخدموه ومعاونا في كل شيء. ونشكر المحسنين ثاني تاع سيدي عقبه اللي راهم يعاونوا فينا ويؤمنوا فينا. والمطعم هذا راهم فاتحين للناس الكل، العابري السبيل الصائم، اي واحد صائم راهم مفتوح عليه المطعم. خاصة يعني الموقع نتاعو جامع الطريق الوطني رقم 83. الناس الكل تجي تحبس وتفطر لهنا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حادينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حادينا. الخير فينا. همس المعاني يصحينا، حب الخير داعينا. معنا حمزة سعيدي صاحب قاعة الأفراح سعيدي في سيدي عقبة، اللي سنا يعني وفرها المكتب الهلال الأحمر. وش قلنا على المبادرة هذه يعني؟ بارك الله فيكم. واش راح نقولوا؟ احنا ماذا بينا نعاونوا بالشيء اللي نقدروا عليه. الخير هذا قال له اخر ما تعرفش منين يجي، والحمد لله. الحمد لله. احنا ماذا بينا الناس تعن في الخير يعني. يصير. يعني قاعة مجهزة تبارك الله وبلا مزية، ما درنا حتى مزية. ربي يتقبل منكم ان شاء الله. لا الحمد لله ان شاء الله، امين ان شاء الله. بارك الله فيك. ربي يكرمك. الجماعة كل ماشي مخسرة قال له اخر. جماعة حضري مجندة ان شاء الله. كل مجندة. ربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. همس المعاني يصحينا، حب الخير داعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. هذه في اطار ديما نشاطات المكتب البلدي لبلديه سيدي عقبه، شهر رمضان الكريم، مطعم افطار صائم. والحمد لله ربي يوفقنا ان شاء الله، ويوفق الناس المحسنين اللي راهم يعاونوا فينا، واللي راهم سيرتو مولا الصاله اللي راهم مسخر لنا كل الوسائل والعشان هذه المبادره وهذا المشروع الخيري. ومشكورين كل الاخوه المتبرعين المتطوعين اللي راهم كل يوم راهم هنا ويفطروا في الطريق ويفطروا برا. وان شاء الله احنا رانا هنا باش نقدموا اللي نقدروا عليه، وربي يوفقنا اجمعين. نشكر كل واحد اللي يساهم معنا في افطار المساكين، عابر السبيل يعني. عابر السبيل باغ اكزومبل. نشكر الجماعه اللي واقفين ومدوا كل جهد تاعهم، واي انسان بسيط ولا كبير اللي يعاون فينا في المشاركه هذه. وصحتكم جميعا. بارك الله فيك. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حادينا. الخير فينا. عابري السبيل، وهذا شرف لنا كما يقولوا. يعني انتم راكم تضحوا ربما بالافطار، تضحوا بعدم الافطار في الجو العائله نتاعكم. الجو العائله تاعنا وتفضلوا يعني هنا تقدموا الخدمات هذه اللي والله حتى الافطار لهنا عنده جو خاص. ما بالك تقول الافطار مع العائله عنده جو صح استثنائي، بس حتى لهنا جو ما شاء الله. معليش خاطر انك كما نقولوا انت تخدم في واحد هو يفطر وانت تخدم فيه، عندها احساس ما نقدرش نوصفه لك. ربي يعاونكم. احساس رائع ان شاء الله. ربي يعاونكم ان شاء الله. خويا راك معاهم لهنا في مطعم، واش تقول لنا على المبادره هذه؟ مش هقول لك اخويا، احنا نديروا قال واحد نفطروا عبر السبيل عبر الطرق. انتم راكم كذلك مخلين يعني عائلاتكم؟ خلينا عائلاتنا وخلينا اولادنا وخلينا امورنا كله، وجايين احنا على جال الخير ان شاء الله نمي باش يفطروا، ما يفطروش في الطريق، يفطروا هنا معنا وانا نفطر معاهم. كل خير كاين وكل شيء اللي لازم، كل شيء كاين. والمقصود حتى ربي يعاونكم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. روح الشباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح الشباب تقوينا، همس المعاني يصحينا،
حب الخير داعينا يلبي ونوفي والوعي هادينا يلبي ونوفي والوعي هادينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء نمنح ونعطي والحب حادينا الخير فينا روح الشباب تقوينا والمعروف سلوتنا. العملية تجرى قبل المغرب بقليل الآن يعني كان عندنا الأعوان ثاني راهم في الطريق كما راك تشوف فيهم يعني حبسة المرة والعابري السبيل قبل الإفطار بحوالي نصف ساعة. العابري السبيل يفطر معنا كما راكم تشوفوا يعني الآن اللي راه قريب يعطوه الماء يعطوه اللي ما نحبش حد يفطر معنا نعطوه قارورات ماء ونعطوه كمية من التمر يفطر بها على الأقل في الطريق يقرصاي كما تشوفوا راكم تشوفوا هنا. شكرا. روح الشباب تقوينا